راجل كيطلق المراه ماشي كيطلق المراه فقط، كيطلق المراه والولاد، كلشي كيطلق. هذاك البيت كيرجع للملكيه ديال المراه وديال الوليدات وكيتحرموا الورثه من هادشي، وهذا راه مخالف للشرع، لان الارث راه الله سبحانه وتعالى هو اللي قسمه. عارفه انت الحق ديالك، خذي حقك، خذي حقك فقط. راه اي حاجه خديتيها ماشي حقك، كيف قال النبي عليه الصلاه والسلام، فهي قطعه من النار تاخذينها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله حوالكم طيبه. كتشوفوا هاد الايام هذه مواقع التواصل الاجتماعي مقربله مرونه بسبب التعديلات ديال المدونه. يعني صراحه كنت متردده انني ندير في هذا الموضوع، سبق لي تكلمت عليه فاش يلاه كانت يعني مجرد اشاعات ومجرد تسريبات، ولكن يعني دابا ترددت انني نتكلم عليه. علاش؟ صراحه لسبب واحد، هو انني وليت شبه مقتنعه ان الكلام ديالنا لا فائده منه. ماشي كنقصد انا ولا اللي في مواقع التواصل الاجتماعي، كنقصد الشعب كامل. يعني ولا كيبان ليا بان الشعوب تكلم ما تكلمش، تعارض ما تعارضش، يعني داكشي اللي مقرر انه يدار غيدار، بغينا ولا كرهنا غيدار. والدليل ان شحال من حاجه كانت والشعب ما بغاش، والشعب تكلم وبين انه داكشي ما عاجبوش، ومع ذلك في الاخر دار. باش ما بغيتي راه غيدار. فهادشي اللي خلاني صراحه مبقيتش كاع كنبغي ندوي على هاد المواضيع. كنقول ها انت كاع تكلمتي وما تكلموا الناس، ومن بعد صافي داكشي اللي مقرر انه يدار غادي يدار، ما كاينش شي حل اخر. ولكن ملي سولتكم في الانستغرام واش بغيتوني نتكلم على الموضوع داكشي، فكلشي قال لي لا غير تكلمي، بغينا الراي، غير نسمعوا الراي ديالك. فانا غنقول لكم الراي ديالي، بطبيعه الحال يحتمل الخطا ويحتمل الصواب، ولكن كيبقى رايي وداكشي اللي كيبان لي انا صحيح هو هذا. فمدونة الأسرة، كيف كتعرفوا أن شحال هذه كانت مدونة الأسرة الأغلب ديال القوانين ديالها راه جاية من الشريعة، جاية من شرع الله سبحانه وتعالى، من القرآن ومن السنة. ولكن مؤخرا بداو فيها تعديلات، كل مرة كيعدلوا حاجة، واللي خلاني انني غادي نهضر، ولا مثلا اي مرة غادي تهضر، مع ان هاد القوانين هذه الا جيتي تشوف فهي ظاهريا يعني زعما كتحمي المرأة، وظاهريا كتنصف المرأة وكتجي من جهة المرأة، ولكن في الحقيقة انها ما كتنصفش المرأة. علاش؟ لانها مخالفة لشرع الله. وما يمكنش غتجي تقنعني بان شرع الله سبحانه وتعالى ما نصفنيش وانت غتنصفني. لا يمكن، ما يمكنش تقنعني بها مادام انني انا مسلمه. كنت في شي من ديانه اخرى نقدر نصدقك، نقولوا الاسلام ما نصفش المراه والقوانين الوضعيه نصفها. الا كنت انا ماشي مسلمه، ولكن انا الحمد لله مسلمه، والاخوات كاملين اللي كيسمعوا مسلمات، والشعب يعني حنا اغلبنا مسلمين. فما يمكنش تجي تقنعني بان الله سبحانه وتعالى ظلمني بالقوانين ديالو، ربي ظلمني بالتشريع ديالو، ربي ظلمني في القران وظلمني في السنه ديال النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن نتوما اللي غتنصفوني، وانتوما اللي غتاخذوا لي حقي، وانتوما اللي غتحميوني وغتحميو وليداتي. هذاك الشيء علاش حنا هاد المدونه ما عجبتناش، وإلا كان ديما غتبقى هاد الشيء هو اللي فعلا اللي غيكون، راه عمرها ما غادي تعجبنا، لان حنا مع شرع الله سبحانه وتعالى. وانا لا ارضى ابدا انني ناخذ واحد الحق اللي ماشي ديالي، ولو يكون غيخدمني شي حاجه غتزاد عندي، ولكن ماشي ديالي، ما يمكنش انني ناخذها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث صحيح، قال واحد جوج لقاهم كيتخاصموا مع بعضياتهم، قال لهم انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي على نحو ما اسمع. وسمعوا الجمله الخطيره جدا: فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار. هذا النبي عليه الصلاه والسلام كيقول واحد جوج متخاصمين انا بشر، يعني اول حاجه سبقها لكم هي انني انا بشر، يعني انا ما كنعلمش الغيب، انا بشر وانكم تختصمون الي، يعني وقع بيناتكم شي مشكل راه كتجيو عندي وانا غنسمع لكم بجوج. ولكن نقدر انا نصدق واحد فيكم اللي يكون الحن حجه، يعني كيعرف يهضر ويعرف يدافع على راسو ويعرف يعطي واحد الحجه ويعطي الدليل. والرسول عليه الصلاه والسلام ولا القاضي يعني بصفه عامه غيحكم ليه، يعني غيقول راه هو هذا الصادق وهو اللي مظلوم والاخر هو اللي ظالم، وغياخذ ليه حقه من الاخر. علاش؟ لانه ما كيعلمش الغيب، هو غيحكم بداك الشيء اللي كيسمع وداك الشيء اللي كيشوف. فكيحذرنا النبي عليه الصلاه والسلام، كيقول لك الا قطعت لك من حق، عطيتك حق اخيك وانت عارف
يعني انا كيبان لي بانك انت مظلوم، ولكن انت اعلم بينك وبين نفسك واش انت هو الظالم ولا انت هو المظلوم. فاللي يرضى انه ياخذ حق الاخ ديالو المسلم فاني اقطع له قطعه من النار. يعني بهذاك الحق اللي غتاخديه هو ماشي ديالك كتكوني خديتي قطعه من النار والعياذ بالله. فهذا الشيء ما كنرضاوش نهائيا اننا ناخذ حق اللي ماشي ديالنا، لا سواء من الزوج ولا من الاب ولا من الاخ ولا من الاولاد ولا من النساء اخواتنا صديقاتنا، اي واحد ما باغي ناخذ حق حتى شي واحد، باغي حنا حقنا فقط، والرجل تا خصو ياخذ حقه فقط. وهاد الحقوق هذه اللي الله سبحانه وتعالى بينها لينا وشرعها لينا، والنبي عليه الصلاه والسلام كل واحد عارف حقوقه وعارف واجباته. فبطبيعه الحال اي حاجه كدار بحال هذه كنشوفوا واش هي موافقه للشرع. الا كانت موافقه للشرع يعني مرحبا بها، سواء كانت غتعطينا شي حاجه ولا غتاخذ منا شي حاجه، ولكن هذاك هو الشرع. الله سبحانه وتعالى ادرى بهذاك الشيء علاش دارو وعلاش عطاك هادي وحيد لك هادي، وشكون اللي غيكون هنا وشكون اللي غيكون هنا. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، والله عز وجل عادل لا يظلم عنده احد، حتى شي واحد ما يتظلم تحت حكم الله سبحانه وتعالى. اي حاجه ربي شرعها لك راه مستحيل انها تكون ظلم لا ليك ولا للزوج ولا للاولاد ولا لاي واحد في المجتمع. ولكن كاينه واحد النقطه مهمه خاصنا نذكروها، هي ان المدونه شحال هذه كانت اغلب القوانين ديالها جايه من القران ومن السنه. فعلا يعني قوانين اللي جايه من القران ومن السنه، داكشي اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في القران وداكشي اللي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في السنه. ولكن مع ذلك كنشوفوا ان كاينين نساء مظلومات في المجتمع، كاينين النساء اللي كيظلموا، كاينين النساء اللي عايشين مكرفصات مع رجالاتهم والوليدات حتى هما مكرفصين. وفعلا هادشي اللي كاين وكاين في الواقع. علاش؟ مدونه كتحكم بشرع الله، يعني اغلب القوانين ديالها جايه من شرع ديال الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كاين الظلم. اذا هنا شنو الحل؟ الحل ماشي هو اننا نمشيو نغيروا ديك المدونه ونقولوا لا اذا هاد القوانين اللي جايه من الشرع ديال الله سبحانه وتعالى خصنا نحيدوها ونديروا قوانين اخرى من عندنا. لا، لان شرع الله كيف قلنا عمره ما غادي يظلمنا. ولكن الحل ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني حنا مسلمين عارفين بان القران فيه كذا وكذا وكذا، ولكن ماشي ديما غير داكشي اللي كاين في القران غير مجرد اننا نعرفوه صافي راه غنوليو مجتمع صالح ومجتمع مزيان وشي ما كيظلمش. لا ابدا، محتاجين للحاكم، محتاجين للقاضي، محتاجين لشي واحد اللي كيطبق هذيك الاحكام. راه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كاين هذا الشيء، وفي عهد الصحابه وفي عهد التابعين وتابعي التابعين. يعني ماشي غير هما مكتفين بالقران انه نزل وصافي كلشي عارف القران وعارف بان هذه خصها دار وهذه ما خصهاش دار وصافي. لا، كانوا كيمشيو عند النبي عليه الصلاه والسلام جوج مخاصمين، واحد ظالم وواحد مظلوم. في عهد الصحابه راه كاين واحد ظالم وكاين واحد مظلوم. لا، راه بشر، راه كلنا بشر وحنا كنخطئوا، ويقدر واحد يغرر الشيطان وياخذ حق الاخر. حنا هكاك، هادو الانسان، حنا بشر كنغلطوا. فضروري خصنا شي واحد اللي غادي نتحاكموا ليه هو غيعطي كل واحد حقه. الحق ها هو كاين في القران، كاين في السنه. هذا حقك انتيا كامراه وهذا حقك انت كرجل. ولكن راه كاين الرجل اللي ما غيعطيش لديك المراه حقها، وكاينه المراه اللي ما غتعطيش لديك الرجل حقه. اذا اشنو الحل؟ نبدلوا داكشي، نحيدوا داك الحق ونخربقوا؟ لا، الحل هو ان خصنا نعطيو يعني بالسلطه ديال القانون، بالسلطه ديال القاضي ديال الحاكم، نعطيو لهذيك المراه حقها ونعطيو لهذاك الرجل حقه. كل واحد نعطيو حقه مادام هو ما عطاهش، يعني طواعيه امتثالا لامر ربه غادي يعطيه امتثالا لامر القانون. هادشي هو اللي خصو يكون. يعني فاش كتلقى امراه مثلا كيطلقها راجلها، وهادشي كنشوفوه في المجتمع ديالنا بزاف، راجل كيطلق المراه، ماشي كيطلق المراه فقط، كيطلق المراه والولاد، كلشي كيطلق. عمرو مازال ما كيسول على ولادو، عمرو ما كيعرف ولادو مازال واكلين شاربين قاريين ساكنين حتى شي حاجه. كيمشي كيلوحها الزنقه، وكتكون هاد المراه هادي ما قارياش ولا قاريه وما خداماش، يعني ما عندهاش فين تمشي، فكضطر انها تمشي لدارهم. ودارهم يعني يقدروا يكونوا ماشي في الاستطاعه ديالهم انهم غادي يستقبلوا بنتهم مع ولادها ويصرفوا عليها ويسكنوها ويلبسوهم ويشربوهم. الا ما عندهاش مسكينه كتمشي تخدم الدمار والضرب الجفاف وداكشي باش انها تخدم على ولادها وتكري ليهم. واش هذا شرع الله سبحانه وتعالى؟ لا ابدا، ماشي شرع الله. نعم، الرجل ملي غيطلق المراه ما بقاش واجب عليه انه ينفق عليها وانه يسكنها، ولكن واجب عليه انه ينفق على دوك الولاد وانه يسكنهم. المسكن حتى هو نفقه واجبه عليه. اذا انت ايها الرجل ملي غتطلق هذيك المراه
واجب عليك انك تمشي يا تعطيها بيت فين تسكن تشريه لوليداتك بسميتك، ولكن عاطيه لوليداتك انهم يسكنوا فيه، ولا ديروا بسميت ولادك ولا دبر راسك، ولا تكري ليهم الا كانت ماشي في استطاعتك انك تشري، غتمشي تكري ليهم على قدر المستطاع ديالك وغتسكنهم. راه انت ماشي سكنتي المراه هي سكنتيها، واخا تكون خايبه جلاخه ما فيها ما يتشاف ما فيها، ولكن ولادك اشنو دير الولاد شنو ذنبهم في هذا الشيء؟ ما ذنبهم حتى شي حاجه. واجب عليك وامام الله سبحانه وتعالى ستحاسب، يعني انت واجب عليك انك توفر لهم هذاك المسكن، فانت خصك تكري لولادك يسكنوا، ومادام وليداتك غيسكنوا الحضانه راه عند الام هي اللي خصها ترعى هذوك الوليدات، فاكيد حتى هي غتسكن في هذاك المسكن. شنو بغيتيها دير؟ يسكنوا تبقى تمشي تبات هي في بلاصه وتجي؟ شنو غديرها؟ ما يمكنش، ما كاينش حل اخر. يعني هذاك الشيء كديروا على قبل ولادك باش كتبرأ الذمه ديالك امام الله سبحانه وتعالى، فهذا هو شرع الله. ولكن المشكل ان كاينين رجال اللي ما كيطبقوش هذا الشرع، فخص القانون ماشي يجي يغير الشرع، يعني يرون هذاك الشيء ويقول لا راه هذاك البيت مثلا يعني بحال هاد القوانين هذه ديال مثلا فاش غادي غتطلق مثلا المراه والوليدات، راه هذاك البيت غيرجع مباشره مثلا الملكيه ديال المراه، ولا مثلا ملي غادي تموت هذاك البيت كيرجع الملكيه ديال المراه وديال الوليدات، وكيتحرموا الورثه من هذا الشيء. وهذا راه مخالف للشرع، لان الارث راه الله سبحانه وتعالى هو اللي قسمه، واي حاجه خلاها الميت من وراه واخا غير ما كان خاتم اي حاجه كتولي تركه من حق الورثه كاملين، وماشي من حق اي مخلوق انه يجي يقسم الورث من وراء تقسيم الله سبحانه وتعالى، لان ربي عادل وما غاديش انت تعرف احسن من الله وتقسم من وراء الله. هذا الكلام هذا لا نقاش فيه. ولكن ملي غادي نجي نشوف رجال فعلا كيظلموا النساء ديالهم من هذه الناحيه، وفعلا كيلوحوا النساء ديالهم وليداتهم الزنقه وما كيعقلوش عليهم نهائيا، والقانون يعني اللي كان مثلا راه كيقول بان هذاك البيت راه ديال الرجل غادي يبقى عند الرجل وهي تمشي تدبر راسها، فهنا كيوقع الظلم. انت ولو القانون ما يقولش لك انك تمشي تعطي لديك المراه البيت هي ووليداتها، عندها وليدات خص دوك ولادك انهم يسكنوا، ولو القانون ما يقولهاش لك، ولكن انت عارف بان ربي قالها لك بان هذا هو شرع الله، خص دوك الوليدات يكون عندهم مسكن. ولكن بزاف ديال الرجال ما كيديروهاش. حنا ماشي كنقولوا كلشي بطبيعه الحال، كاينين رجال اللي من بعد الطلاق كيتهلاو في وليداتهم، كيكريو ليهم شي دار ولا يعطيوهم دار يعني ديالو في الملك ديالو، لا كاينين طبيعي، حنا ما كنعمموش، ولكن ما نكروش ان كاين هذا الظلم كيطيح على المراه. وكنعرفوهم شخصيا، كنعرفوا نساء مطلقات مسكينه كتكون والله العظيم يعني ما خداماش ولا ما قارياش، وكتمشي كتخدم في الجفاف، كتخدم في الميناج وتخدم وتدمر باش تكري وتقري دوك، ولو تكون ديك النفقه شحال ديك النفقه شي حاجه بسيطه. الا كان مثلا عندها وليد خرجت لها 500 درهم ولا 600 درهم، لاش هاد 600 درهم غتكري بها في نظركم مثلا في هاد الزمان؟ غتكري بها اشنو؟ غتكري بها راه بيت دابا ولا واصل 1000 درهم، هذه هي القليله، عاد زيد شرابو ماكلتو لباسو طبيبو كلشي، يعني ما نغطيوش الشمس بالغربال. فانا كنقول يعني الرجل اللي كيعرف بينه وبين الله فهاد الشيء ما غنتسناش القانون يحسب ليا بالدرهم وبالسنتيم. لا عطاني القانون خرج ليا 500 درهم نعطي ولدي 500 درهم، وانت ادرى بان هاد 500 درهم راه ما كافيه حتى شي حاجه، فهذاك ولدك انت، وعلى حساب الاستطاعه ديالك. انا ماشي كنقول كل غتكلف على راسك ولا غتجيبها تشفرها ولا لا، فلينفق ذو ساعه من ساعته، كل واحد كينفق على حساب الاستطاعه ديالو. ولكن انا الا كانت في الاستطاعه ديالي انني نتهلا في دوك الوليدات، نكري لهم واحد الدويره زوينه ونقريهم مزيان ونلبسهم مزيان، راه ولادي ماشي على مرتي هذيك الطريقه، لا هذيك صافي ما صافي داكشي اللي كان بيناتنا سالا، ولكن داكشي اللي بينك وبين ولادك راه عمره ما يسالي. يعني كيكون واحد الاحكام الشرعيه وخصنا قانون وخصنا قاضي اللي غادي يطبق لنا دوك الاحكام الشرعيه ويرفع الظلم على الناس ويعطي الحقوق للناس، ماشي بانه يغير الاحكام، لا تبقى الاحكام. انت ولي على هاد الوليدات، ولكن ما تستعملش هاد الشيء باش تظلم وباش انهم تمنعهم من الحقوق ديالهم، لا. فكون كنا بحال هكا وكنفهموا الامور هكا ما غنوصلوش لهاد الشيء اللي حنا واصلين ليه، وما غتشوفوش بان كاينين النساء اللي فعلا فرحوا بهاد المدونه، واخا ان هاد المدونه فيها بزاف ديال الامور اللي كتخالف الشرع وما خصناش نفرحوا بها، ولو انها كتبان لك بان راه من مصلحتك وكتخدمك وغتحمي حقوقك وداكشي، ولكن لا، ما كاينش اللي غيحمي لك الحقوق ديالك من غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن نعم انا مع ان يكون شرع ديال الله، ولكن يكون تطبيق القانون، يكون العدل. بغينا العدل هو اللي يكون المراه تظلمات من داك الراجل خصها يتخاد ليها الحق ديالها من داك الراجل، والراجل الا تظلم من ديك المراه خصو يتخاد ليه حقه من هذيك المراه، صافي هذا هو العدل. وعرفتوا انا اكثر حاجه يعني بقات فيا واستفزتني
اكثر ما استفزتني هذه المدونه هي انني هاد الايام هذه يعني ما تكلمتش عليها، وكنت غير متفرجه كنشوف نشوف الفيديوهات اللي كيداروا على هذا الموضوع، بعض الفيديوهات اللي كيطلعوا لي وداكشي والمنشورات. فاكثر حاجه استفزتني هي بعض الرجال اللي خرجوا كيتكلموا بطبيعه الحال. كاينين اللي كيتكلموا يعني انطلاقا من الشرع وكلام موزون وكلام محترم وداكشي، ولكن كاينين البعض اللي كيدويو ويعني بداك الانفعال ديالهم بداك الغضب ديالهم من المدونه وداكشي كيتكلموا كيعمموا يعني كيدويو مع المراه بصفه عامه، يعني جميع النساء كيجمعوهم وكيدويو على النساء بواحد الحقد وواحد الغضب وواحد الدونيه وواحد يعني كتلقى مثلا واحد كيقول لك صافي جلسوا، يعني كيخاطب زعما النساء جلسوا في ديوركم حنا مابقيناش كاع باغيين نتزوجوا، كانه زعما راه هي هذيك البنت راه واقفه زعما الا ما تزوجتيش بها انت صافي راه هي غادي تموت، راه الرزق ديالها راه بيدك نتايا. يعني ناسي بان رزقها بيد الله سبحانه وتعالى، وبان ربي الا كان مكتب ليها في هذه الحياه انها غتزوج شئت ام ابيت غتزوج مكتاب ليها. تكون هذه المدونه ما تكونش يكون كثار منها اي حاجه راه غادي غتزوج. وكيدويو على المراه يعني بواحد الطريقه ديال مثلا غتجي نتايا يا ايها الرجل مثلا غادي تجي وغادي تخدم وغادي تدمر حياتك كامله وغادي تجمع فلوس وغادي تشري الدار، وفي الاخر غادي تجي هي وغتدي لك داكشي كامل. شكون هي؟ على من كتهضر؟ يعني شكون كتخاطب مثلا داك الرجل اللي مزوج ولا داك الرجل اللي غادي يتزوج، وكتدوي معاه بهذه الطريقه وكتدوي بهذه الطريقه على المراه. غادي تجي هي وغتدي لك هادشي كامل، مع ان هذا القانون ماشي حنا اللي مشينا حطيناه، ماشي النساء اللي مشاو داروه، يعني هذا قانون يعني ديال الناس اللي مختصين بهادشي هما اللي داروه. هادشي راح تنزل علينا حنا كاملين كيف ما نزل عليكم كيف ما نزل علينا، ماشي حنا اللي مشينا طالبنا به واختارينا انه يدار. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هاد القضيه ديال احتقار المراه وديال يعني كتحسوا المراه بالدونيه وهاد المصطلحات. وانا ديما هادشي كنشوفو صراحه ما كنبغيش نهضر عليه، لان انا كنشوف اي واحد كيدوي على المراه بحال هكا وكيحتقر الدور ديال المراه في الاسره وفي المجتمع ككل، ما كنعتبروش انا رجل فقط ذكر ماشي رجل. وهما بسبابهم كيخرجوا هاد النسويات، بسببهم هما كيخرجوا هاد النسويات وكيبداو يدويو. واخا حنا ما متفقين لا مع هادو لا مع هادو نهائيا، ولكن بسببهم كيخرجوا. يعني كيجي واحد مثلا كيقول لك ايوا صافي مالا هي شنو كدير، نجي انا نخدم عليها ونصرف عليها وهذه مالا هي شكون. كيدوي على المراه بهذه الطريقه. المراه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام وصى عليها، وعمر النبي عليه الصلاه والسلام ما لقيته في شي حديث كيقول المراه شنو الدور ديالها وشنو كاع غادي دير وشنو هذه. بالعكس ديما كيرفع من قيمه المراه. يعني نتوما كيبان لكم بان ديك المراه راه غير جالسه في الدار، زعما راه ما كدير والو، راه جالسه في الدار، راه هذه جالسه في الدار كطيب ليك وكتصبل ليك وكتنقي لك دارك وكتولد ليك وكتربي ليك وكتكون خير سند. والله سبحانه وتعالى كيقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن، وجامعكم واحد الميثاق غليظ. والله عز وجل كيقول لك عاشروهن بالمعروف، ماشي تهينوهم وتحقروهم وتضربوهم وتسبوهم وتنقصوا منهم بكلامكم. لا يعني ديك الطريقه باش كتكلموا على المراه ما عرفتش ما فهمتش. سبحان الله. يعني انا اللي كيدوي على المراه بهذه الطريقه اصلا كيجيني ما كيستاهلش انه يتزوج، لان الا تزوج بك راه غير يهينك. هذاك الشيء دابا اللي كيدير هو اللي غيدير لك، لان اصلا هو من الاول كيبين بان المراه ما ساويه عنده والو. اذا راه هو هذا اللي كندويو عليه، هو اللي ملي غيتزوج غتبقى المراه ما ساويه عنده والو. انت ملي كتجي كدوي على المراه بهذه الطريقه، على الاقل فاش تجي دوي عين على من كتهضر، عين يعني قول ماشي تعين بالاسم ولكن الفئه زعما. واش كدوي على المراه مثلا اللي ما كتحترمش راجلها، المراه مثلا الناشز، المراه المهم حدد. ماشي تجمع النساء وتجي وتدوي مع رجل. هنا فاش كتدخل الوسواس في اي راجل كيسمع لك كتدخل ليه الوسواس يعني هاد المدونه راه كاينه وهاد القوانين كاينه، ولكن نتوما كتزيدوا كتنوضوا البلباله وكتنوضوا الروينه وكتنوضوا الفتنه بهاد الفيديوهات وبهاد كثره الكلام وكل واحد شنو كيقول. واحد كيحذر من الزواج ماشي واحد، راه المئات. كلشي كيحذر الرجال عندكم تزوجوا وما تزوجوش. وهذه واش هذا كلام منطقي؟ شرع الله سبحانه وتعالى انت جاي كتقول ربي كيقول لك تزوجوا، انت كتقول للناس لا ما تزوجوش. ما فهمتش.
لا انا غادي نقول تزوجوا، ولكن عرفوا بمن تزوجوا، بقوانين ولا بلا قوانين. لانه ولو ما تكونش هاد القوانين، انا ديما كنقول الطلاق ما خصوش يكون اخر واخر واخر حاجه ولو ما تكونش هاد القوانين. علاش؟ على قبل الوليدات، لان اكبر متضرر من الطلاق راه هو الوليدات. اكبر متضرر هو الوليدات، خاصه فاش غادي نطيحوا في واحد الرجل اللي ما كيخافش الله، ولا واحد المراه اللي ما كتخافش الله. راجل ومراه كيطلقوا كاينين وليدات، كتلقى المراه هي ما كتخافش الله سبحانه وتعالى، كتولي كتستعمل دوك الوليدات باش تادي بهم هذاك الراجل، باش تنتقم منه. شحال من مراه ما كتخليش الراجل انه يشوف ولادو، ولا مثلا الا عطاها يعني عطاتها المحكمه انه يشوفوا مثلا مره في 15 يوم، ولا كتبقى تعطي داك النهار في 15 يوم. ولكن هي لو انها كانت عاقله وعارفه بينها وبين الله، غتعرف بان هذاك الرجل راه من حقه انه يشوف هذوك الوليدات، وتا هما من حقهم يشوفوا الاب ديالهم، ومزيان ليهم انهم يشوفوا الاب ديالهم. راه محتاجين الاب، ما محتاجينش غير الام. يعني مثلا كانت شي عطله وهذاك الاب طلب انه ياخذهم في ديك العطله، نعطيه ولادو. لما نعطيهم انا نعطيه للاب ديالهم. انت وياه ما فاهمينش، هو خايب جلاخه معاك انت، ولكن مع ولادو راه ولادو كبتو هذوك، شنو يدير لهم زعما؟ ما نتسناش انا كاع ديك المحكمه تحكم ليا بان راه خصو تقول لي غير مره في الشهر، انا نعطيهم ليه مره في السيمه، كل مره في السيمه وقت ما بغاهم يجي ياخذهم. ولكن لا، كاينين النساء اللي حتى ديك المره في الشهر ولا مره في 15 يوم كيديروا السبه باش ما ياخذش هذوك الوليدات. يمشي يلقاها ما كايناش، ما تحلش ليه الباب، سافرت هنا لا ما كايناش لا مشات هنا، وكتبقى تراوغ كتعذبوا باش ما يشوفش ولادو. ماشي حشومه، هذاك ظلم للرجل وظلم حتى الوليدات. كون كنتي عارفه وكتفهمي غتعرفي بان دوك الوليدات كتاديهم اللي ما كتخليهمش يربطوا ديك العلاقه بينهم وبين الاب، راه محتاجين ليها. وكذلك الرجل الا كان عاوتاني حتى هو ماشي صالح، حتى هو كياديها بدوك الطرق اللي قلنا في الاول. فين ما لقى باش ياديها غير اديها، وشكون الضحيه الاولى؟ هي الوليدات. فانا بلا هاد القوانين ديما كنقول لكم اختاروا، عرفوا بمن غتزوجوا. الرجل يعرف بمن غيتزوج بمراه تكون صالحه، والمراه هي تكون عارفه بمن غتزوج برجل صالح. ما يغروكمش المظاهر، ما تزوجوش على قبل الفلوس، ما تزوجوش على قبل الزين، ما تزوجوش على كاع المظاهر اللي ممكن انها تمشي في اي وقت. ولكن الانسان اللي كيخاف الله، ولو يكون رجل فقير ما عندوش، غتبداي معاه من الصفر من الحصيره. ولكن اقسم بالله العلي العظيم الا ملي غتزوجي به وغتجلسي انت وياه على الحصيره، وغيكون كيحترمك وكيقدرك وكيصونك وعارف بقيمتك، وماشي من داك النوع اللي كيقول ايوا صافي مال المراه شنو كدير ومالا شنو غادي دير لينا، وانا نمشي نخدم حياتي كامله وفي الاخر نعطيها وفي الاخر نصرف عليها، وانا اللي كنصرف وانا كيمن. هذيك راه واجب عليك، ربي اللي فرض عليك انك تنفق عليا. ما تجيش تمن عليا بانك كتنفق عليا، ما تمنش عليا ابدا، ما تمنش عليا انك مسكني. ماشي انا اللي قلت لك سكني، ربي اللي قالها لك، وربي اللي قالك تمشي تخدم وتدمر وتجيب ليا انا ما ناكل. وبلا ما ندخلوا بزاف ديال الامور، ان اصلا كاينين علماء اللي قالوا بان ماشي كاينين اللي قالوا بان خدمه الزوج اصلا ماشي واجبه، انني نطيب لك ونوكل يعني نصبل ليك ونخمم ليك وداكشي. كاين اللي كيقولوا ماشي واجب، واخا انا ماشي مع هذا القول. انا كيبان لي والله اعلم انه واجب، وانا هادشي اللي غدا بي انه واجب. ونزيدوا يعني الرجال اللي كيفرضوا على الزوجات ديالهم، يعني كيسكنوهم مع والديهم، مع يعني كيمشي يخطب وكيسكن هذيك المراه مع والديه هو، وماشي غير كيسكن، يعني مع انه شرعا هي من حقها يكون عندها بيت مستقل بها شرعا. ماشي انا اللي كنقول، شرعا. يعني سيروا بحثوا سولوا العلماء وغتلقاو بانه شرعا يحق للمراه انه يكون عندها بيت مستقل. ولكن بنات الناس كيقبلوا، يعني راه مادام انها غتقبل لك انها تسكن مع والديك، راه بنت الناس وداخله بنيتها صافيه وباغاك فعلا، وباغا انها تاسس اسره وكل شيء. وهذا لا يعني انها اللي ما كتقبلش راه ماشي بنت الناس، لا ابدا. من حقها، الشرع عطاها الحق انها الا ما بغاتش تزوج برجل اللي غيسكن مع والديه لها كل الحق. ولكن اللي غتصبر يعني راه زايده واحد الدوغري في الايمان، وفي انها باغا تاسس اسره وباغا تصبر وما عندهاش مشكل. ولكن ما كيكتفيش غير بهذا الشيء، لا، كتمشي كيتزوج بها وكتولي واجب عليها تخدم على والديه. ماشي غير بوحدو، راه غير بوحدو هو زوجها. وكاينين علماء اللي كيقولوا ماشي واجب عليها، ولكن لا، هو ماشي زادها غير تخدم عليه، كتخدم على والديه وعلى خوتو وتصبن وتطيب وما تخلي ما دير. وهذا الشيء كله احسانا منها. حتى شي واحد ما فارض عليه هذا الشيء، لا الله سبحانه وتعالى ولا الرسول عليه الصلاه والسلام ولا قانون ولا حتى شي حاجه، ولكن كديروا هي احسانا منها. كاينين الرجال اللي عارفين هذا الشيء، عارفينه مزيان، وفعلا كيشكروا النساء ديالهم على هذا الشيء وكيجازيوهم ولو بالكلمه الطيبه. شفتوا النساء الا كانت فعلا امراه صالحه، اقسم بالله العلي العظيم الا غير بلسانك بكلامك الحلو
تاكلها هي وحوايجها، تعطيك اللي قدامها واللي وراها، دير على قبلك اي حاجه غير بكلامك غير بكلمه شكر. ولكن للاسف كاينين رجال مرته مسكينه كتضل واقفه، يعني ظنا منه ان ديك الخدمه ديال البيت راه شي حاجه سهله، وهي من اصعب الامور انك ترعي بيت وتضلي واقفه النهار كامل، انت في الكوزينه، انت مع الوليدات، انت تحفظي، منك استاذه، منك طباخه، منك ممرضه، منك مستشاره، منك كل شيء. وكيجي في الاخر كيقول لها ايوا صافي على انت شنو كتضلي ديري؟ الا غير تشكات وقالت لي راني عييت ولا بغيت نرتاح ولا راني مريضه ولا ايوا صافي مالكي شنو كديري؟ مالكي كتصنعي الصوارخ؟ مالكي هادي؟ مالك كيحقر منها كيهبط من القيمه ديالها. فكيمشي كيسكنها مع والديه وكتخدم وتدمر عليهم كاملين، وحتى كلمه شكر ما كتسمعهاش. ولا اداوها وكاينين بزاف، وانا كنقول لكم هادشي ماشي كنقول لكم هاد الهضره من يعني هادشي كيوقع لدوك البنات مثلا النسويات واللي عاجبهم راسهم واللي ما يطيعوش الزوج ديالهم وكلمتهم زايد ناقص وهادي، لا ما كندويش على هادوك. انا كندوي لكم دابا على زوجات صالحات كنعرفهم انا شخصيا، بنات الله يعمرها دار، بنات طيبات وكيعرفوا بينهم وبين الله. وملي كتاذى من موت الزوج ديالها بشي كلمه ولا كتهينها ولا اختو ولا شي حاجه وكتجي تقولها ليه، ما كيعقلش عليها، كيدور فيها وصافي وما تصدعونيش وانا النهار كامل وانا في الخدمه وانا هادي صافي، وكيخليها مسكينه هي تعيش هذيك المعاناه. ما عندوش هو حتى شي مشكل. اشنو هذا؟ هو شرع الله، هادشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى. اكيد ان هادشي ما بغاش الله سبحانه وتعالى، اكيد ان هذا ظلم للمراه وغادي تحاسب على هذا الظلم اللي كتظلم هذيك المراه. فملي نبغي نتزوج نعرف انا بمن غادي نتزوج، نختار الاختيار الصحيح اللي ما غاديش نندم عليه من بعد، نختار ندير الاستشاره وندير الاستخاره ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، واكيد ان ربي ما غاديش يخيبني. ولكن انا فاش غادي نمشي غادي ناخذ انا رجل اللي كيبان ليا عنده الفلوس وباغي ناخذه على قبل الفلوس ديالو، ما همني واش كيصلي واش ما كيصليش، واش كيقرا القران واش ما كيقراش القران، علاقته يعني كتشوفي مع الناس واش كيدير علاقات مع البنات، انت اصلا فين عرفتيه؟ واش عرفتيه في مواقع التواصل هكا غير هضره في الخاص، جا هو دوا معاك كيف ما دوا معاك راه غيدوي مع مئات بحالك، ومن بعد الزواج كذلك راه غيبقى يدوي وغتكون خيانه وغتكون هادي وروينه ولا مثلا مبلي، يعني بزاف الامور كيبانوا لك. لاش انا غنتزوج بيه؟ لاش غندخل راسي انا في هادشي كامل؟ وكذلك بالنسبه للرجل كيخليو الرجال البنات اللي كيكونوا فعلا يعني كتكون ملتزمه وكتكون بنت صالحه وكتخاف الله وكل شيء، وغادي تكون يعني زوجه صالحه وغادي تطيعه وغادي تصون البيت ديالو وتا هو خصو يحترمها ويعاشرها وكل شيء ويكون كل شيء غادي مزيان، وكيمشيو كيقلبوا على والله ما كنفهمش، والله ما كنفهم. كيمشي كيقلب على بنت كيشوفها مثلا في الزنقه كتعجبوه يعني الجمال ديالها ولا طاي ديالها وحيت اصلا كلشي باين، وكيمشي كيخطبها وكيقول لها لا خصك ديري الحجاب، يعني هو بغى هذيك اللي شافها تولي بديك الطريقه اللي بغاها، اجي نتيا ديري الحجاب ولبسي كدا وجلسي من الخدمه وديري هادي وديري هادي. في الاخر فاش كتزوج به ما كتقدرش انها تمشي معاه في هذاك الشيء اللي هو بغى، لان هذاك الشيء ما هي مقتنعش به. كون كانت هي مقتنعه به غتلقاها دايراه اصلا، ما غتحتاجش انت تقول ليها ديرو. فمن بعد يقدر الحجاب ما يبقاش عاجبها ما تبغيش ديرو، مره تبين هنا مره تبين، توليو كتصادعوا غير على هذا الشيء. علاش بينتي شعرك؟ علاش لبستي هذه مقزبه؟ حيدي هذه، لا هذه مزيره، لا هذه طويله، لا هذه قصيره، علاش كتسمعي الاغاني؟ علاش تبداو كتخاصموا غير على هذا الشيء، حيت هي ماشي داكشي اللي بغيتي انت. فمن الاول ما تمشيش ليها، خليها يجي واحد بحالها اللي غادي يقبل بهذاك الشيء هي اللي كدير، وانت غتمشي لوحده اللي كيف ما انت بغيتيها انت تكون دايره الحجاب وتكون جالسه في الدار وتكون سير ليها من النهار الاول. من النهار الاول كاينين بنات اللي جالسين في الدار، انا كنظن ندوي مع البنات من هاد النوع هذه اللي هي يعني جلسات حتى من القرايه، يعني حتى داك الاختلاط اللي في المدرسه هي ما راضياش به وما باغاش، وكتجلس في الدار وكدير الحجاب ديالها ولا كدير النقاب ديالها وكتحفظ القران وكتعلم غير من الدار وكتسنى داك الزوج الصالح اللي غادي تعيش معاه في نظركم هادي. واش ملي تزوج بها غتخاف منها؟ اشنو تخاف منها؟ هي اصلا كتخاف الله سبحانه وتعالى، هي جلسات من القرايه باش ما دير شي حاجه اللي كتغضب الله، دات الحجاب باش انها ما دير شي حاجه اللي كتغضب الله وامتثالا لامر الله، وباغا انها تكون واحد الاسره. في نظرك هذه لاش تخاف منها؟ شنو زعما غتخاف منها؟ هذه في نظرك باغا غير تزوج وتمشي تدور دويره في الزواج وتطلق باش انت دير لك الدار. الله يهديكم، يعني بنادم يهضر ويهضر شويه بالمنطق. راه اللي هي في بالها انها باغا تزوج كيف كتقولوا، يعني الزواج غتولي تعتبره مشروع، غنمشي انا نتزوج وباش من بعد نطلق وناخذ الدار وناخذ نصف الفلوس، وهذه راه اصلا هذيك ماشي زوجه صالحه. انا كنعرف بزاف ديال النساء وانا اللي كندوي مع النساء وعارفه انا مرا وكنعرف التفكير ديال المراه الصالحه. اقسم بالله العلي العظيم ولو تحط لها الملايير تحطهم لها باش تطلق من راجلها ما تطلقش حتى حاجه ما تسوى عندك راجلك وولادك
والاسره ديالك والاستقرار وداك الامن اللي انت عايشه فيه. ولو يكون غناخذ ديك الفيلا وناخذ الطوموبيل من ورا الطلاق وما عرفتش شنو ناخذ، الله يحفظ. ولكن كيجيو يعني بهذا الشيء، وسبحان الله انا صراحه ما عجبنيش بطبيعه الحال هذا الشيء ديال المدونه وداك الشيء ما عجبنيش. ولكن اللي ما عجبنيش اكثر هو هذا الشيء اللي كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الكلام وهذا التحريض على النساء والتحريض على عدم الزواج. و ما عرفتش، واحد الاخت قبيله صيفطات لي واحد الرساله قالت لك بان انا شفت هادشي ديال مدونات الاسره وداك الشيء، قالت لك ولكن انا صراحه ما تسوقش هادشي وما يعني ما كيهمنيش. قالت لك ولكن ملي دخل راجلي جلس، يعني الام ديالو ساكنه معاهم، ساكن مع الام ديالو، قالت لك جلس معاها وقال ليها قدام مرتو يعني وهي كتسمع، قال ليها مي راه هاد الدار هادي راه غنكتبها لك في سميتك. علاش؟ حد سمع داكشي في مواقع التواصل الاجتماعي، راه المدونه واشنو قالت واللي عنده شي دار يمشي يكتبها في سميه ديال مو ويكتبها. ومسكينه جات دوات معايا وقالت لي بقى فيا الحال بزاف، قالت لي وبكيت، وفعلا يبقى فيها الحال، وتا انا كون كنت في بلاصتها غيبقى فيا الحال. يعني انت ملي غتجي تقول هاد الهضره على الاقل قولها غير بينك وبين امك، ما سمعك حتى شي واحد، لاش تقولها لها في ودنيها؟ زعما شنو بغيتي تقول يعني الا جيتي تصرح بالعباره شنو غتقول لها امي بغيت نكتب لك هاد السميه في هاد الدار هادي في سميتك، لان باش الا جا النهار اللي غنطلق انا ومرتي ما تاخذش ليا الدار. صافي الشي الا قلتي هاد الكلمه هادي ومرتك قلتيها لها في ودنيها، صافي الموده والرحمه والحب اللي بيناتكم ضربتيه في الزيرو. ملي غيجي راجل يعني يقول لي راه غنكتب انا الدار في سميت امي هادي باش نهار نبغيو نطلقوا، اش هاد الهضره هادي؟ اش هاد الهضره؟ واش حنا كنسعاو اننا ننجحوا هاد الزواج ونديروا كنضل انا نهضر مع النساء، يعني اللي متبعني راه عارفني كنضل نهضر في الفيديوهات، صبروا على ازواجكم، تعاونوا مع رجالاتكم، طيعوا ازواجكم، حافظوا على البيوت ديالكم، اللي قدرتوا انكم تصلحوها صلحوها، اللي ما قدرتوش تغافلوا عليها وصبروا شويه واحتسبوا الاجر عند الله. هادشي كامل لاش باش نحافظوا على البيوت ديالنا. ويجيو وحدين من الاول نيتهم ما صافياش. واحد قال لك راه بارطاجيتها عندي في ستوري، صيفط ليا قال لي الحمد لله على زواج الفاتحه، اللي بغات هو هذاك، اللي ما بغاتش بلاش. انا صعيب، انا ما عرفتش كيفاش، انا صعيب عليا انني نغامر، انا صعيب عليا انني نغامر الا عندي الفلوس نعطيهم، الا ما عنديش ندخل الحبس. يعني انت صعيب عليك انك تغامر، ما بغيتيش انك دير العقد، ولكن هي سهل عليها تغامر غتزوج بك بلا عقد. يعني انت بغيتيها هي تثق فيك وتزوج بك بلا عقد، ولكن انت ما غاديش تثق فيها حيت خفتي ملي تطلقوا تاخذ لك فلوسك. ما فهمتش انا، واحد الروينه، واحد بنادم ما فهمتش. ياك حنا كنا كنضلوا هاد الرجال هادو اللي كيقولوا هاد الشيء كيضلوا يقولوا لا والمراه ما خصهاش تخدم وخصها تجلس في الدار وتقابل وليداتها وتقابل دارها وهادي. وملي كنجيو نقولوا هذا الشيء وسميتو كيجيو النسويات كيجاوبونا شنو كيقولوا؟ كيقول لك لا راه الا جلستي وما خدمتيش وما عندكش الفلوس، نهار ينوض هذاك الراجل اللي بغى يطلقك غادي تخرجي بصفر درهم وما غتلقاي راسك في الزنقه وخصك تمشي تضربي الجفاف. باش كنجاوبوهم كنقولوا لهم علاش نيتكم خايبه، علاش ما تصفيوش نيتكم، علاش انا غندخل لهذا الزواج من الاول وانا نيتي خايبه، من الاول دايره في بالي الطلاق. هادشي كنا كنقولوه للنسويات. اشنو بان لكم دابا نتوما الرجال وليتوا كديروا نفس داكشي اللي كيديروا النسويات؟ دابا انت من الاول نيتك خايبه، داخل الزواج بنيتك ما صافيهاش، داخل وخايف انك واحد النهار غتطلق. اذا شنو دابا نقولوا النسويات راه عندهم الحق. دابا حتى النساء نقول لهم سيروا خدموا على راسكم نتوما، ما تثقوش في الرجال، هما راه ما بغاوش يثقوا فيكم نتوما ما تثقوش فيهم. احنا تايقين في رجالاتنا من زمان، وحنا تايقين قبل ما تكون كاع هاد المدونه وهذا الشيء، من زمان وحنا تايقين في رجالاتنا، تايقين في الله سبحانه وتعالى هو الاول. النساء اللي مزوجين، انا مزوجه 12 عام دابا، كاين مزوج 20 عام، كاين مزوجه 30 عام قبل من هاد المدونه، واختارينا اننا نضحيو بقرايتنا وبخدمتنا ونجلسوا في ديورنا باش اننا نربي وليداتنا ونرعاو الازواج ديالنا ونرعاو البيوت ديالنا، مع انه ديما كيبقى ان احتمال ممكن هذا الرجل هذا في اي وقت ممكن ترشق ليه انه يطلقك، ما بقاش بغاك، ما معمراش لي عيني، ما بقيتيش مفاهمه انت وياه، دارت بيه شي وحده صافي ولا باغي هذيك ما بقاش باغيك انت ويمشي معاها ويخليك يطلقك وتلاحي الزنقه. ولكن مع ذلك ما كنعمروش راسنا حنا بهذا الشيء، معمرين راسنا عقلنا وقلبنا بالله سبحانه وتعالى وثقتنا في الله، وكنقولوا مادام اننا حنا داخلين بنيتنا صافيه والنهار الاول اختارينا، ماشي يجينا وتلاحينا، لا راه كنختاروا وكنستغفروا الله سبحانه وتعالى، عاد كنحطوا رجلينا، وديك الساعه كنديروا ثقتنا في الله سبحانه وتعالى ومتاكدين بان ربي ما غيخيبناش. شنو هذا الشيء ساهل علينا حنا نديروه، نتوما ما تقدروش ديروه. صافي دابا نتوما شي حاجه بسيطه تقالت صافي وليتو ما بقيتوش كاع بغيتو تزوجوا، صافي كتقولوا الرجال لا ما تزوجوش.
صافي اللي ما بغاش يتزوج ما يتزوجش. راه اي وحده خصها تكون عارفه بان رزقك راه غادي يجي حتى لعندك. ماشي ضروري انك تزوجي في هذه الدنيا، الا كان ربي مكتب لك انك تزوجي راه غتزوجي. انا اهم حاجه عندي هي علاقتك بالله. كوني انت مزيانه، كوني انت انسانه صالحه، خدمي على راسك، خدمي على علاقتك بالله، صلي صلاتك، حفظي القران، تعلمي، عمري عقلك، كوني مرا مثقفه جالسه في بيتك ومثقفه وواعيه وكتعلمي وكتقراي وتعرفي تهضري وكل شيء، عارفه حقوقك وعارفه واجباتك. وربي ملي يكتب لك الزواج ويجيب لك الرجل الصالح توكلي على الله سبحانه وتعالى وديريه فوق راسك، وعرفي بان هذاك الزوج ديالك هو جنتك وهو نارك. الرسول عليه الصلاه والسلام اللي قالها، زوجك هو طريقك للجنه الا بغيتي وطريقك للنار الا بغيتي، انت كتختاري اللي بغيتي. والرسول عليه الصلاه والسلام كيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. كون كان ممكن ان الرسول يامر شي واحد يسجد للاخر لان السجود لله عز وجل، ولكن كون كان غادي يامرنا حنا النساء نسجدوا لازواجنا. علاش؟ لعظم مكانتهم. كيف قلت لكم المراه الصالحه عارفه هذا الشيء مزيان، والزوجات اللي كيشوفوا فيا دابا زوجات صالحات وعندهم ازواجهم راه كنضلوا نتكلموا في الانستغرام وهما كيعترفوا فعلا وكيقول لك راجلي يعني الله يسمح لي انا راه كنغلط معاه مره وهذه وصافي انا غنمشي ونطلب منه السماحه، وهذه هي الزوجه الصالحه. حنا ما كنطلبوش انك تكوني ملاك ولا انه هو يكون ملاك، راه كلنا كنخطئوا، راه ماشي راه ضروري انا غيكونوا فيا شي عيوب، ضروري غنكون مره كنغلط، وحتى داك الرجل راه فيه عيوب ومره كيغلط، ولكن راه الزواج بالصبر، بالتضحيه، بالموده، بالرحمه، ماشي بالشر وبالحقد وبالحرب وشد ليا القطع عليك ولا هاد الدار ديالها تولي ديالي وهذه ديالك وكتب لي هذه ونكتب لك هذه. وانا بعدا استحي انني نذكر هاد الشيء غير على فمي، وحق الله نهار غنطلقوا راه هاد الدار غتولي ديالي ولا هاد الدار تولي ديالك ولا غتكتب ليا ولا. حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه ما يوصلناش لهذا الشيء اصلا. فصراحه هادشي والله العظيم الا كيضر في الخاطر، كل شيء كيضر في الخاطر، لا هذاك الشيء ديال المدونه والقوانين الوضعيه اللي كتخالف الشرع، ولا كلام الناس ما عرفناش، ماشي ما بقاوش غير دوك الناس اللي ما فاهمين، حتى الناس اللي كتحسبهم بانهم ناس ملتزمين وناس صالحين تا هما ولاو كيقولوا شي هضره اللي ما خصهاش تقال، وكيدويو بواحد الطريقه اللي ما خصهمش يهضروا بها، وكيدويو على المراه بواحد الطريقه زعما دونيه وغتدي لك الدار وهذه. واش في راسكم بان كاينين ازواج بلا هاد المدونه بلا حتى شحال مزوجين بعيالاتهم وكيشريو الدور وكيديروهم بسميت عيالاتهم؟ الرجل الصالح ديال بصح اللي كيعرف بقيمه هذيك المراه واللي رافع على مكانتها، كيشري ليها الذهب ويشري ليها الطوموبيل ويعطيها الفلوس وما كيخلي ما يدير ليها، ويشري دار ويديرها لها بسميتها وكل شيء، وانت في الاخر كتجي وتقول ايوا صافي انا نمشي نخدم وندبر وندير وفي الاخر نعطيها الدار. حنا ما كندويش على اللي ما عندوش راه ما عنده لا ديالو لا ديالها، لا اللي يعطيها ولا اللي ياخذ حتى شي حاجه، ولكن كندويو على اللي عنده. راه اللي عنده كيخاف الله سبحانه وتعالى وكيعرف فعلا الله عز وجل، راه عارف شنو غيدير، سواء مزوج ولا مطلق ولا كيقلب باش يتزوج، اللي عارف الله عارف شنو غيدير، صافي سالينا. والمراه اللي كتعرف بينها وبين الله سبحانه وتعالى، نهار مثلا يقدر الله انه يكون شي طلاق، عارفه انت الحق ديالك، خذي حقك فقط. راه اي حاجه خديتيها ماشي حقك، كيف قال النبي عليه الصلاه والسلام فهي قطعه من النار تاخذينها، ولو يعطيها لك القانون ما تاخديهاش، سمحي فيها لانها ماشي حقك، وخذي حقك. والمسكن ديال وليداتك انهم يسكنوا راه حق وليداتك، واجب عليه انه يسكن وليداتك. عرفوا شنو حقكم وشنو اللي ماشي حقكم، باش انه يصرف عليك انت ماشي من حقك لانك وليتي طليقه ديالو. هذاك البيت ديال الزوجيه ملي يموت هو وتولي تركه ليك نتيا ويتحرموا الورثه، ماشي من حقك، لان كاينه الام ديالو حتى هي مرا، ما غنصفوكش انت اللي مرا ونظلموا مرا اخرى اللي هي الام ديالو مرا كبيره في السن. فنعرفوا شنو اللي لينا وشنو اللي علينا، ما غنخافوا حتى شي حاجه. انا الا كنت مرا صالحه هذاك القانون الا عطاني شي حاجه ماشي حقي ما غناخذهاش، غنسمح فيها. وفعلا كاينين النساء اللي كيطلقوا قبل هذه المدونه، وانا كنعرفهم شحال من مره كتسمح في حقوقها، كتسمح حتى في هذيك المتعه اللي كتعطاها من وراء الطلاق اللي كيحكم بها القاضي واحد الفلوس، هذه كتسمح فيها، كدير طلاق اتفاقي مع هذاك الزوج ديالها وكتسمح في الحقوق ديالها، كتقول ليه ما بغيت والو. وكاين عاوتاني الرجل اللي كيكرم هذيك المراه، كيكرمها يعطيها اكثر من داكشي اللي عطاها القاضي. هكا بغينا نعيشوا، ما بغيناش نعيشوا في الحرب، ما بغيناش نعيشوا في الحرب عباد الله.
راه هادشي اللي بغاو يوصلونا ليه، بغاو انه يوصلونا الرجل والمراه شد ليا نقطع عليك. ولا دابا الراجل وصل للدار فعوض ما تسمع الحب والموده والرحمه وهذه وليتي كتسمع الدار غتولي بسميتي، ولما غنكتبها ونكتبها في هذه وغادي تاخذ ليا ونخبي فلوسي. هو خايف من مرته ما عارفاش شحال عنده، وهي اللي عندها فلوس راجلها ما عارف شحال عندها، وشي كيخبي على شي وشي. انا بعد هذا الزواج والله ما كيعجبني زعما اللي مزوج بهذا الزواج هذا والله العظيم الا الله يحسن عوانه وصافي. المهم السلام عليكم. الهضره كثيره وما بقى ما يتقال والله العظيم. تفكر حتى كتعيا وكتلقى كلشي مروان وكلشي الله يصاوب، الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير في هذا الزمان هذا. الله يحفظنا والله يحفظ وليداتنا من شر الخلق ومن اي واحد كيكيد لهذا الدين. وبطبيعه الحال الدين راه غادي يبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هذا الدين هذا ربي هو اللي تكلف بانه يحفظه. فيعني ما تعمروش راسكم بهذا الشيء بزاف. وكاين بنادم اللي مرض وكاين بنادم اللي كيبكي وكاين صافي راه الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فوضوا امركم الله وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وكونوا اكيدين ان ربي راه ما غاديش يخيب اي واحد حسن الظن به. السلام عليكم.